أنا بسألكم سؤال. لما مات عثمان أول شيء كم سنة عيش؟ الحياة كم مرحلة؟ 3، والثالثة تنقسم قسمين، منهم من قال 4 اللي هي حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة النشور اللي هي يوم القيامة، والحياة الأبدية إما في جنة أو في نار. أسألكم بالله، ألا تستحق الحياة الأخرى أن نفني من أجل الحياة الأولى؟ كم نعيش؟ أكبر واحد كم يعيش؟ اللي يوصل اليوم 90 سنة يكتبون عنه في الجرايد يقولون معمر، وصل 90 أشغلونا، 90 سنة 100 سنة قالوا معمر. يا جماعة ترى الحياة في البرزخ قد تكون أطول من حياتك في الدنيا مئات المرات. عثمان بن عفان متى مات؟ عثمان بن عفان مات سنة 36 أو آخر 35 هجرية في ذي الحجة. اليوم عام 1400 وكم؟ 38، له 1400 سنة في قبره. الحياة القبر أطول من حياة الدنيا. عاش 82 سنة واليوم له 1400 سنة في قبره. اسأل أبوك عن جدك وعن جد جدك متى ماتوا، كم لهم في القبور؟ تلقاه عاش 30 سنة في الحياة، 40 50، واليوم له 200 و300 سنة في قبره. والله أعلم متى تقوم القيامة. وإذا بعث من في القبور بعثنا إن يوما عند ربك ك1000 سنة، والناس يقفون يوم المحشر 50,000 سنة. ما تستحق حياة القبر هذه انك تفنيها لله؟ لو عشت 80 100 10 سنوات مرض، و10 سنوات نوم، و10 سنوات الطفولة، يعني انت ما كلفت الا عمرك 15 16 سنة، و8 ساعات كل يوم اضربها في سنواتك تروح 10 15 سنة نوم واكل وشرب ودوام وعمل، وجالس تبخل على يمكن لو تجمع عمرك الحقيقي اللي فيه نوع من العبادة يمكن ما يجي له 3 4 5 سنوات. هي محصلة ما ستجده في ذلك القبر اللي ممكن تجلس فيه مئات السنوات. ثم يوم القيامة يوم عظيم مهول. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.